الأخبار مع إيمان الطيب. مرحبا. ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر ل 42 شخص، والحرائق ما زالت تجتاح عدة مناطق. والأكثر تفاصيل ينضم لنا مباشرة الصحفي الجزائري فاتح الجزيري. مساء الخير ومرحبا بك على EFM. مساء الخير زميلتي، تحية لك ولكل الشعب التونسي الشقيق. أستاذ فاتح، كان تعطينا أكثر تفاصيل بخصوص الحرائق اللي اندلعت في عدة مناطق في الجزائر وضحايا وعدد ضحايا هذه الحرائق. إذا حسب آخر إحصائية للحماية المدنية زميلتي، تم تسجيل 99 حريق لحد الساعة في 16 ولاية كاملة من ولايات الوطن، خلفت 42 ضحية بين مدني وعسكري، كما أنها خلفت العديد من الأضرار الجسيمة على غرار احتراق العديد من الغابات والمحاصيل الزراعية، وكذا أشجار الزيتون والحيوانات الأليفة التي كانت بمثابة مصدر رزق لهؤلاء المواطنين الذين يقطنون بالأرياف والمداشر، كما أنها شردت العديد من العائلات، الأمر الذي بسبب احتراق منازلهم، الأمر الذي دفع بهم لمغادرة تلك القرى والأرياف نحو المدن. هؤلاء المواطنين احتضنهم مواطنيهم في الولاية، وقاموا بإسكانهم لحد الآن في الفنادق وكذا في العديد من الشقق الخاصة. النيران لازالت تشعل بصفة كبيرة في عدة مناطق، وما هي الولايات الأكثر تضرر من هذه الحرائق؟ فعلا مثل ما قلت لك زميلتي، هذه الحرائق مست 16 ولاية كاملة من ولايات الوطن، كانت أكثر خطورة في منطقة القبائل، خصوصا ولاية كيزي وزو التي استشهد فيها التي خلفت اليوم خلفت اليوم العديد من الضحايا، مثل ما قلت 42 ضحية بين عسكري ومدني. أستاذ فاتح الجزيري، صحفي من الجزائر، الحرائق هذه الحرائق العديدة هل هي مفتعلة أم هي بسبب ارتفاع درجة الحرارة؟ حسب آخر التحقيقات وبحسب ما صرح به الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، هذه هي الأسباب، هذه الحرائق لحد الساعة يبقى مجهول، إلى أنه حسب التحقيقات قالوا بأنها مفتعلة وكانت مدبرة في انتظار التحقيقات النهائية بخصوص هذه القضية. شكرا لك صحفي الجزائري فاتح الجزيري على هذه المعطيات، واللي دخل معنا واعطانا أكثر تفاصيل على ومستجدات الحرائق اللي اندلعت في عدة مناطق واللي شملت 16 ولاية في الجزائر. 9 حرائق ما زالت تشعل حاليا في مختلف الولايات، ووحدات الحماية المدنية تواصل في مجهوداتها لإطفائها. والأكثر تفاصيل مع العميد معز دريعان، ناطق رسمي باسم الحماية المدنية لإيفام. الحرائق هي متواصلة مع مجهودات الحماية المدنية مع مختلف الهياكل المتداخلة في بعض الغابات. حاليا عندنا 5 وجهات على مستوى ولاية جندوبة. بالنسبة لولاية بنزرت عندنا 2 حرائق على مستوى غار الملح، وكذلك على مستوى جبل الناظور. جبل الناظور اللي اندلع البارح من 10 الليل وتم اخماده اليوم الصباح، وعاود اندلع مع حكايه 2:30، والجهود متواصله الى حد هذه الساعه. في الكاف على مستوى سقيط سيدي يوسف كذلك عندنا حريقه، وكذلك على مستوى جبل الغيره من ولايه سيدي بوزيد. وزارة الصحة تدعو المواطنين لعدم الخروج للشارع في وقت الذروة الحرارية من 11 لل 4 متاع العشية، والحرص على شرب الماء بكمية كبيرة لمجابهة ارتفاع درجة الحرارة الأيام هذه. وأكثر تفاصيل مع مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية أحلام مجزارة للإذاعة الوطنية.
في بلادنا موجة كبيرة نتاع سخانة، هذاك علاش نحبوا نمدوكم بنصائح. كانكم متواجدين في الدار وخاصة كبار السن لازم نشربوا برشا ماء، على قليلة 1.5 في النهار، حتى إذا كان ما نحسوش بالعطش، ونبعدوا على كل المشروبات خاصة اللي فيها برشا سكر. لازم نقعدوا في البيت اللي هي أكثر واحدة باردة، نسكروا شبابك في النهار ونهويوا في الليل، نجموا نحطوا حتى منشفة مبلولة على روسنا، نرشوا وجهنا وطرافنا ورقبتنا بالماء البارد، ونزوروا كبارنا ونتفقدوهم خاصة كان يعيشوا وحدهم. كي نخرجوا لبرا لازم نهزوا دبو زمان، نمشيو في الظل، نغطيو روسنا بكاسكيت ولا بشابو، نلبسوا حوايج واسعة والوانها فاتحة. ماذا بينا ما نخرجوش وما نعوموش في اوقات الذروة اللي هي من 11 متاع الصباح لل4 متاع العشية. وكيف كي نبداو لبرا نحميو عينينا ونلبسوا مريات شمس. اذا كان حسينا فما علامات نتاع ضربة الشمس اللي هي نحبوا نردوا ولا نردوا، وجيعة في الراس، سخانة في البدن، نتصلوا بالطبيب نتاعنا والا نطلبوا النجدة. وبقيت أخبارنا في عناوين ضبط اليوم قاضية من الرتبة الأولى بحوزتها مبالغ مالية من العملة الأجنبية والتونسية تتقدر ب1.5 مليار. النائب على التيار الديمقراطي هشام العجبوني يقول إنه منع القضاة من السفر من غير موجب هو إهانة لهم وللقضاء. هشام العجبوني قال زاد إنه حق السفر والتنقل هو حق دستوري وما يمكنش منعه إلا بالتبرير. رئاسة الجمهورية توعد نقابة الفنانين التونسيين بتمكين أهل القطاع من العودة تدريجيا للعمل الفني. المهدية تسجل 5 وفيات و107 إصابة جديدة فيروس كورونا في المقابل تماثل 202 مصاب للشفاء التام. أخبارنا متواصلة، وتابعوا برامجنا وأخبارنا 24 ساعة على 24 على EFM TV على اليوتيوب.